باش تعرفوا المعزه ديال الدجاج عندي، الزرع باقي بالسبوله لعندهم، باقي الزرع عندنا محطوط في القاعه، باقي بالسبول، باقي ما درسناه لعندهم نيشان. كل مره كنجيب لهم درعه نتوما باش تعرفوا الدجاج شحال عندي عزيز. يلاه الدجاج شكون غادي يدير معكم هادشي هايد؟ شكون اللي يقدر يدير بحال هيدا معكم الدجاج؟ شوفوا الزرع باقي بالسبوله، على ما بغيتوش تاكلوا الدجاج شبعانين. غنشوفوا هذا العش هذا، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، كاينه البركه، كاينه ولله الحمد. شوفوا هذه البيضه الصغيره هذه ما عرفتش شكون اللي باضا. المهم شوفوا هذه كنخليها لهم نص صابه كيجيو كيبيضوا عليها هنايا مساكين. انتم عاوتاني هذا العش هذا فيه عاوتاني 3 البيضات ما شاء الله تبارك الرحمن، كاينه البركه. دابا هما شوفوا ولاد الذين كيعزلوا غا التركيه وكيخليو الزرعه، داك التركيه كياكلوها هي الاولى والزرع حتى من بعد. الزرع عندهم علاش بعد كيرجعوا ياكلوه. المهم هاد البلاصه هادي فين كنعطيهم ياكلوا في هاد القادوس صغيره، خصني ضروري ما نزيد ناخذ لهم واحد جوج، يعني ما بقاش كتقدهم، خصني ضروري نزيد ناخذ لهم واحد جوج. كما كتشوفوا الدجاج الحمد لله يعني غاديين والدجاج كيتكاثروا، فضروري خصني نزيد لهم واحد جوج باش يبقاو الدجاج كياكل مرتاح. دابا كنحاول ما امكن هاد البلاصه هادي ما كتخوالهمش من الماكله بصفه نهائيه، يعني الماكله كتبقى قدامهم نهار كامل باش الدجاج كنتاكد انه كامل كلا. اصلا الدجاج عندي كيخرج للمسرح، يعني حتى في المسرح عاوتاني كيلقط داكشي اللي خصو يتلقط، داكشي اللي خصو يتكال. داكشي علاش كنخليو عاوتاني هاد البلاصه عامره في الماكله باش اللي جا الجوع تجي تاكل ما يبقاش الدجاج مخصوص عندي. المهم هذه هي الماكله الرسميه والاساسيه للدجاج عندي، هو القمح زائد الذره التركيه. هادو هما الاكلات الاساسيين، وبعض المرات كنشري لهم الرويزه، المهم على حسب الامكانيات كناخذ لهم الرويزه حتى هي. هادو هما الاكلات الرسميه ديال الدجاج عندي. داكشي ديك العلف البياضه وداك السكاليم كنعطيها انايا ديك الديماراج وديك المسائل كنعطيها الفلالس ملي كيكونوا مازالين صغارين، صافي كيفوتوا شهرين صافي كندخل لهم التركيه زائد القمح ولا الرويزه الشعير، وهذا فقط لا اقل ولا اكثر. اما ديك العلف البياضه والمسائل ما عمري في الحياه ديالي عطيتها للدجاج. المهم بعض المرات كنعطيهم الخبز، يعني ديجا كنت كنعطيهم الخبز، ماشي ديجا كنت كنعطيهم الخبز وكانوا مرضوا لي الدجاج ما مولفينش بالخبز وهذه. المهم دابا كنعطيهم انا غير الزرع زائد الذره اللي هي التركيه. هادو هما الاكلات الرسميين والاساسيين عندي ديال الدجاج. نتوما شنو اللي كتعطيو الدجاج ديالكم كاكله رسميه؟ طلعوا تبيضوا، طلعت بيضه الكحله. تينا بيتي ولا باقا؟ السياب عاد توقع عندي هي هادي. خرج شوف ما شاء الله. اذا بيتي يلا بدات كتبيض هاد العتوقه، نتوما ديال البيضه ديالها يلا بدات كتبيض، راه مازال عتوقه مازال صغيره. المناظر اللي كتخليك تزيد تخدم وتزيد تجتهد وتزيد تطور من راسك وتكبر المشروع ديالك وتبغي المشروع ديالك وتبغي الدجاج، هي فاش كتشوف تشوف الدجاج كيبيض وتشوف الدجاج عندك بصحه جيده. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله. الله يداومها نعمه، والله يحفظ لكم الدجاج ديالكم ويحفظ لي حتى الدجاج ديالي. هذه هي المناظر اللي كتفتح الشهيه وكيعجبني ندخل عند الدجاج ونشوف الدجاج كيبيض. يا لها يا لها من حياه رائعه. بيض عابط، سبيرا برفاور بيض. خليك الناس اللي كيسحاب لهم التربيه ديال الدجاج شي حاجه اللي سهله. اش غنقول لكم صراحه الله، راكم ما مجربينش، حتى تجربوا الحاجه عاد تقدروا انكم تحكموا عليها. راه عرفتوا راه التربيه ديال الدجاج واحد الحاجه اللي صعيبه وصعيبه بزاف. دابا انا مثلا كمولوع بالدجاج راه مستحيل مثلا ما ندخلش عندهم وما نراقبش، ولا المهم خصني في كل ساعه ندخل عندهم ونراقبهم. فما بالك مثلا الناس اللي عندهم القطيع ما شاء الله كبير، مثلا فوق 200 ولا فوق 300 ولا فوق 500، راه عرفتوا راه الراحه راه ما غاديش يشوفها بصفه نهائيه بشكل يومي بعدا. راه من الشروق حتى الغروب والليل بعدا ضروري عاوتاني في الليل ما كتكون عاوتاني المراقبه ديال القطيع. عرفتوا راه واحد التماره في الدجاج، راه واحد المعاناه مع الدجاج. الامراض خصك ضروري بعدا هذه بعدا يوميا خصك ضروري ما دير شي حاجه في الماء الدجاج بعدا، شي فيتامين شي اعشاب ولا شي حاجه الا ما درتيهاش بشكل يومي تقدر ديرها 2 المرات ولا 3 المرات في السيمانه. هذه بعدا حاجه اللي ضروري تعمل شي حاجه في الماء الدجاج
شي فيتامين مثلا، شي اعشاب اللي تقدر تقوي له المناعه ديالو، باش تقول انك مثلا تقدر دوز السيمانه هكا مثلا ترونكيل بدون الامراض. راه شي حاجه اللي بزاف.